السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير. النهارده هناخد دالة من اهم دوال الاكسل وهي دالة اف. دالة اتخاذ القرار او دالة اف، ازاي بنستخدمها وامتى بنستخدمها؟ هنا في المسألة اللي قدامنا مطلوب لو كان الطالب ده جايب اكتر من 50 يتكتب له ناجح، واقل من كده يتكتب له راسب. طبعا لو الكلام ده بعمله بايدي او بعمله مانيوال كده هيبقى الموضوع صعب جدا، وخصوصا لو انا عندي طلاب كتير. طيب الحل ايه؟ الحل ان انا بستخدم دالة اسمها دالة اف، دالة اتخاذ القرار اف. طيب دالة اف دي اما بتيجي تساعدني، بتساعدني ازاي؟ والله انا بقف في الاول في الخليه وبقول تعالي يا اف علشان انا مش قادر احل المساله دي. تعالي كده شوفي واتخذي عني القرار. انا هديكي المساله وشوفيها واتخذي انت القرار، انت هتكتبي هنا ناجح ولا راسب. طيب اما بستدعي داله اف علشان اف تساعدني بتطلب مني 3 حاجات. بتطلب مني ايه هو الشرط، والشرط ده لو اتحقق اعمل لك ايه في الخليه، ولو ما اتحققش اعمل لك ايه في الخليه. لو طلعت ال3 حاجات دول من المسألة يبقى انت كده تقريبا يعتبر حليت المسألة. طب تعالوا كده نطلع ال3 حاجات اللي طالباهم اف علشان تساعدنا. فين هو الشرط؟ اقرا كده المسألة هتلاقي الشرط اذا كان درجاته اكبر من 50. ده كده الشرط بتاعنا. طيب لو الشرط ده اتحقق اف هتعمل ايه؟ اف هتكتب ناجح في الخلية، صح كده؟ طيب لو الشرط ما اتحققش اف هتعمل ايه؟ هتكتب راسب في الخلية. دي ال3 حاجات اهو. لو انت مسكت المسألة وطلعت منها ال3 حاجات اللي طالباهم منك اف، ايه هو الشرط، والشرط لو اتحقق تعمل ايه، ولو ما اتحققش تعمل ايه، يبقى انت كده حليت المسألة. طب تعالوا بقى نشوف هنجيب دالة اف ازاي. الاول اوعى تنسى الخطوه دي، اقف في الخليه اللي عايز تطلع فيها الناتج. اوعى تنسى الخطوه دي، يعني ما تبقاش واقف بعيد عن الجدول كده وتقول انا هحل، لا، اقف في الخليه اللي عايز تطلع فيها الناتج. وبعدين روح افتح اف اكس اللي هي انسيرت فانكشن، دوس عليها. ده في الفورمولا بار، دوس عليها. هديك كل دوال الاكسل. طبعا لو انت واقف في اول وما لقيتش اف، حول لغه الكتابه لانجلش، وبعدين دوس على حرف الاي، هتيجي اف، قول اوكي. كده انت جبت اف. طبعا انت لو بتستخدم اف كتير هتلاقيها في الريسنتلي هنا، فهتلاقيها موجوده سواء كده او كده. هات داله اف وقول اوكي. اول ما جبت داله اف المفروض ان هي بتطلب منك فعلا 3 حاجات. لوجيكال تيست معناها الشرط بتاعك ايه، فاليو اف ترو لو الشرط ده اتحقق اعمل لك ايه في الخليه، وفاليو اف فولس لو الشرط ده ما اتحققش اعمل لك ايه في الخليه. الفكره بقى، هو انا ينفع اكتب الكلام ده هنا؟ هو الاكسل بيفهم كلام ولا بيفهم ايه؟ برافو عليكم، اللي قال من بعيد كده سمع صوته ان الاكسل بيفهم اسم خلية مش محتوى او كلام. صح، الاكسل بيفهم اسم خلية. طيب هو الخلية اللي فيها درجاته فين؟ الخلية اللي فيها درجاته دي، فاروح اقول لاف روحي شوفي الخلية دي كده اكبر من، طبعا وانت بتكتب بالانجلش شيفت وزين، وانت بتكتب بالانجلش اكبر من كام؟ اكبر من 50. طب تعالوا نراجع الشرط كده. انا قلت الاف روحي شوفي الخلية اللي فيها الدرجات، روحي شوفي الخلية دي اكبر من 50 ولا لا. طبعا تاخد بالك وانت بتحل المسألة وانت واقف هنا، المفروض ان انت تجيب درجات مين؟ درجات سامح. ما ينفعش تيجي وانت بتحل المسألة هنا تقول له شوف درجات زين، لا ما ينفعش طبعا. انت تخلي بالك انت واقف فين وهتجيب درجات مين، تركز في الحتة دي. طيب خلاص انا كتبت الشرط، وبعدين انت عايز بقى اف اما تلاقي الشرط ده اتحقق تعمل لك ايه، ولو الشرط ده ما اتحققش تعمل لك ايه. يبقى انا هنا هكتب ناجح. لو الشرط ده اتحقق يا اف اكتبي لي في الخلية ناجح. طب لو ما اتحققش اكتبي لي لو سمحت يا اف راسب. تمام. يبقى انا كده انا بقول لاف لو سمحتي شوفي الخلية اللي هي بي 4، شوفي درجات الطالب اللي فيها، او شوفي الدرجات اللي فيها دي لو اكبر من 50 اكتبي لي ناجح في الخليه. عند فاليو اف ترو يعني الشرط اتحقق اكتبي لي ناجح، فاليو اف فولس لو الشرط ده ما اتحققش اكتبي لي راسب. طيب تعالوا كده نقول اوكي ونشوف الموضوع اتعمل ولا لا.
ونعمل اوتو فيل طبعا. طيب هو ليه هنا اداله راسب؟ صح، الناس اللي بتقولي صح انا سامعاهم، اللي اقل من او اللي اكبر من 50 هي لسه ما جابتش اكبر من 50، هي 50 بالظبط، لسه تعتبر ما جابتش الشرط. انما لو قلنا اكبر من او يساوي 50 كان زمانه كتبها ناجح. طيب وهنا طبعا راسب، و100 ناجح، و90 ناجح، و30 راسب. طيب تعالوا نشوف حالة تانية من حالات اف. حالة تانية ممكن استخدم فيها دالة اف زي الحالة اللي قدامنا دي. مطلوب ان انا اعرف علاوة الموظف اللي قدامي ده هياخد كام، بس مديني شرط على اساسها. يعني بيقول لي شوف الموظف اللي بيقل مرتبه او يساوي عن 2000 جنيه ده يتحسب له 5% علاوة من مرتبه، انما غير كده يتكتب له لا يستحق. ركز في المسألة وشوف هو عايز ايه الشرط، والشرط ده لو اتحقق يعمل ايه، ولو ما اتحققش يعمل ايه. ثانية واحدة، هو دلوقتي الشرط بيقول اللي بيقل مرتبه او يساوي عن 2000 جنيه، دي انا فهمتها، اقل من او يساوي. الفكرة بقى دي يعني ايه يحسب له 5% من المرتب، يعني ايه الكلام ده وهعمله ازاي؟ طب هيكتب له لا يستحق، اوكي دي احنا عرفناها. انما يعني ايه اكتب له او احسب له 5% من المرتب؟ فاكرين اما الناس اللي معايا في الكورسات اما كنا بنعمل العلاوه، كنا بنعمل العلاوه ازاي اساسا؟ سيبك من اف دلوقتي. اما كنا عايزين نجيب العلاوه بتاعه الموظف وبنقول مثلا علاوه الموظف 5% من مرتبه، كنا بنعملها ازاي؟ كنا بنعمل العلاوه بتساوي المرتب فيه 5%. نفس الفكره بالظبط، احنا هندمج الحالتين دول مع بعض، هندمج اف مع الحساب العلاوه مش اكتر. ايه ده، هو ينفع في اف، في فاليو اف ترو فاليو اف فولس اعمل عمليه حسابيه؟ ايوه طبعا ينفع، امال اف هتساعدنا ازاي؟ طيب تعالوا نحل المساله عملي. انا هقف في الخليه وبعدين هقول او هروح على insert function وبعدين هجيب داله اف، لو سمحتي تعالي ساعديني، وهقول اوكي. هنا دالة اف طبعا هتطلب مني 3 حاجات علشان تساعدني، ايه هو الشرط، والشرط لو اتحقق اعمل ايه، ولو ما اتحققش اعمل ايه. الشرط عندي ان المرتب يبقى اقل من او يساوي، اهو المرتب اقل من او يساوي كام؟ 2000. فانا هاجي هنا واقول لاف لو سمحتي بصي كده على المرتب، روحي شوفي المرتب. انا هدوس هنا كده روحي شوفي المرتب. طبعا اول ما بدوس هو بيتكتب اسم الخليه هنا اوتوماتيك، انت مش محتاج تكتبها بايدك ولا حاجه. وبعدين ايه؟ اصغر من، شيفت واو وانت بتكتب بالانجلش، اصغر من او يساوي، لان معانا هو قال في المسألة اصغر من او يساوي. طيب اصغر من او يساوي كام؟ 2000. حلو الكلام. يبقى انا كده بقول لاف روحي شوفي المرتب اصغر من او يساوي 2000 ولا لا. ده احنا متفقين عليه ومفيش مشكلة. تعالوا بقى في فاليو اف ترو، لو الشرط ده اتحقق اف هتعمل ايه؟ هتحسب له 5% من المرتب. نعمل الكلام ده ازاي؟ سيبك من اف خالص وشوف احنا كنا بنعمل العلاوه ازاي. بقف في الخليه اللي عايزه اطلع فيها الناتج وبعدين بقول يساوي، صح؟ انا هنا اتفقنا اما بنضيف داله مش بنقول فيها يساوي خالص، هي بتنزل بالسلطات بتاعتها زي ما كنا بنقول في المحاضره، هي بتنزل باليساوي بتاعها بكل حاجه. طيب اعمل ايه؟ انت بس اقف هنا وقول له روح شوف المرتب اضربه فيه كام بقى، هو بيقول لك في المسألة 5%، المرتب فيه 5%، شيفت مع ال5 عشان اعمل علامة في المية، شيفت مع ال5. ايه ده بس كده؟ انا بروح اقول له لو سمحت يا اف لو الشرط ده عندك اتحقق خدي المرتب اضربيه في 5%. طيب لو اف راحت ولقيت ان الشرط ده ما اتحققش هتعمل ايه؟ هتكتب لا يستحق. انا هكتب لها لا يستحق وبعدين هقول اوكي. خلاص جابت اول موظف. تعالوا كده نعمل اوتو فيل ونشوف فعلا اللي جايب او اللي مرتبه اكتر من 2000 مديله لا يستحق. ايوه فعلا. طب واللي اقل من 2000 وبما فيهم 2000 لان احنا عاملين يساوي اقل من او يساوي 2000 مديله فعلا علاوه وحاسب العلاوه على حسب المرتب.
طبعا مش محتاجة اقول لكم لو غيرنا اي رقم هنا هيتغير اوتوماتيك المعادلة معاه، لان الاكسل زي ما بنقول ذكي جدا جدا، واي تعديل في الارقام اللي معمول عليها المعادلات الاكسل بيحس بالكلام ده وبيعدل المعادلة على طول. يعني لو جينا مثلا عملنا الالف دي 3000 وقلت انتر، خلاص اتطبق عليها لا يستحق، لان الشرط دلوقتي ما اتحققش، وفاليو اف فولس هي اللي اتحققت في المعادله دي. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو. علشان تفهم اف كويس حل عليها مسائل كتير، حل مره واثنين وثلاثه لغايه ما تثبت في دماغك. ان شاء الله المحاضره الجايه او الفيديو اللي جاي على طول بعد الفيديو ده هيبقى عن دالة اف برضو، بس اف المركبة. وعلشان تفهم اف المركبة كويس لازم تبقى عارف كويس قوي واتدربت كويس قوي على اف العادية اللي احنا شرحناها النهاردة. اسيبكم مع اف شوية اتدرب عليها مرة واثنين وثلاثة لغاية ما ننزل الفيديو الجاي ان شاء الله. كمان ما تنساش تعمل لايك وشير علشان غيرك يستفيد، ولو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة وفعل الجرس علشان يجيلك كل جديد. اسيبكم في رعاية الله.